السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد عبد الهال، مدرس مادة الرياضيات. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الدرس الثاني. الدرس ده بيتكلم عن المعادلات الأسية. تمام كده؟ الحاجات دي مهمة جدا، لازم تكون عارفها عشان خاطر تسهل عليك الحل. الكلام ده كان عندك في سنة تانية إعدادي. تمام؟ الكلام ده بسيط جدا، بمعنى يعني واحد أس 3 بتساوي 1. 2 أس 3 هي 8. 3 أس 3 27. 4 أس 3 64. 5 أس 3 125. 6 أس 3 216. تمام كده؟ تقدر تكون حافظهم، أو أنت أصلا المفروض تكون حافظهم. طب لو مش حافظهم ممكن تستخدم الآلة. خلاص؟ عشان الكلام ده نحتاجه فين؟ في حل الأمثلة. ده لو الأس تكعيب. خلاص كده؟ طب لو تربيع، التربيع سهل. 1 تربيع بواحد. هنا بقى نستفاد حاجة، الواحد ده دايما ثابت، يعني 1 أس 3 هي بواحد. 1 أس 2 برضه بواحد. طب 1 أس 4 برضه بواحد. 1 أس 5 برضه بإيه؟ بواحد. فالواحد ده مهما تحط له قوة فوق هنا هو دايما بكام؟ هو دايما بواحد. خلاص كده؟ حتى لو خليته 1 أس 0، ما أنت كده كده عارف إن أي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد. خلاص؟ بعد كده 2 أس 2 ب4. 3 أس 2 اللي هي 3 في 3 يعني ب9. وكذلك هنا برضه 3 أس 3 معناها 3 في 3 في 3. 3 في 3 ب9. 3 في 9 ب7 وكام؟ 27. ماشي كده يا عم؟ نفس القصة اللي تحت ده سهلة بالنسبة لك. ماشي، وهكذا ده برضه. ماشي، 10 أس 60 يعني 10 في 10. 10 في 10 بما أنت عارف. خلاص؟ تعالى بقى نشوف الإيه؟ المعادلات الأسرية عبارة عن إيه؟ أولًا معانا شرط. الشرط ده لازم تفهمه عشان خاطر تعرف تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. بُص يا عم، طبعًا أنت عارف إن ده أساس، ده كده إيه؟ ده كده أساس، واللي فوق ده الأس. خلاص كده؟ طيب لو الA هي الA خلاص، لو الA هي الA أوتوماتيك لازم الX بتساوي مين؟ بتساوي الY. ماشي كده؟ بس عندنا شرط، بيقول لك الA دي لازم تكون أكبر من الصفر. يعني إيه أكبر من الصفر؟ هنتكلم مثلًا في الأعداد الصحيحة، لازم تبقى يا 1 أو 2 أو 3، رقم أكبر من الصفر. ممكن تبقى مثلًا 3/10، 4/10 عادي مش فارقة، بس إحنا خلينا في الأرقام اللي هي الأرقام الصحيحة. يبقى الA دي لازم تكون أكبر من الصفر. خلاص كده؟ ليه A أكبر من الصفر؟ يعني ليه A دي ما ينفعش تكون بتساوي صفر؟ بُص يا عم، أنت دلوقتي مثلًا لو قلت لك 1 أس 2 بتساوي كام؟ بتساوي 1، صح كده؟ الواحد ده هو الA اللي هي دي. خلاص كده؟ وال2 دي يعني الأس من الآخر. طيب ينفع أخلّيها 0 أس 2؟ لأ مش هينفع، دي كده كمية غير مُعرّفة أو غير معيّنة. خلاص كده؟ دي مش بتتحل، ليس لها قيمة. ليس لها إيه؟ قيمة. ما ينفعش الأساس يكون إيه؟ يكون 0. خلاص كده يا عم؟ فأنت كده فهمت ليه الA لا تساوي الإيه؟ لا تساوي ال0. بعد كده بيقول لك الA لا تساوي الواحد، لا تساوي الكام؟ الواحد. فبالتالي كده الشرط ده مش ينفع إن الA تبقى بتساوي 1. ما ينفعش. ليه بقى مش ينفع؟ لإن أنت لو حطيت الA دي بواحد، ما هو 1 أس 2 هي 1. 1 أس 3 هي 1. 1 أس 5 هي 1. زي ما كنا بنقول في الصفحة اللي فاتت، فاهم؟ فأنت كده الA دي ليها عندك شرطين، الشرطين دول مهمين جدًا، ما ينفعش يكونوا هم دول. لازم الA ما ينفعش تبقى أكبر من الصفر، والA ما ينفعش تبقى بتساوي الكام؟ بتساوي 1. يعني من الآخر معاك أكبر من الواحد. ممكن تبقى 1.3 أو مثلًا 2، 3، 4، 5 زي ما أنت عايز. ماشي كده يا عم؟ يبقى تاني، لو عندك الأساس زي الأساس خلاص يبقى الأس بيساوي مين؟ بيساوي الأس. وعندك شروط، الA لازم تبقى أكبر من الصفر. وقلنا ليه أكبر من الصفر؟ عشان خاطر هتكون ليس لها قيمة أو كمية غير معرفة وغير معينة. الA لا تساوي الواحد. ليه لا تساوي الواحد؟ لأن لو اللي تحت ده الأساس ده ساوى الواحد خلاص المثال كله بقى ليه نفس الناتج. 1 أس 1000 بواحد، فاهم؟ 1 أس 7، ما هي 1 في 1 في 1، 7 وحايد يعني. خلاص كده يعني برضه بكام؟ برضه بواحد.
فلازم تكون فاهم الشرطين دول. ماشي يا عم؟ اللي بعده. تعالى بقى نبدأ نشوف الأمثلة. الدرس أصلا بيقول لك حل المعادلات الأسية. فأنت من الآخر يعني إحنا هنا عندنا شوية أمثلة. شايف دي 3، ده أبسط صورة ليها. دي كام؟ 9. هل هو حط لك هنا إيه؟ حط لك علامة التساوي، يبقى هو أصلا لازم دي 3 تبقى دي 3، دي 2 تبقى دي 2، دي 7 تبقى دي 7. فاهم؟ بس بيكون في تركاية بسيطة هنا، لأن التركاية دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من اللي فات ده. بص أهي التسعة فين؟ التسعة أهي 3 أس 2. فأنت لازم تكون حافظ ده عشان خاطر تعرف إيه؟ عشان خاطر تعرف تحل اللي بعده. فأنت من الآخر لو أنت عارف إن دي زي ما هي إكس زائد 1 والتسعة ممكن أكتبها 3 أس 2 عشان 3 في 3 ب9. خلاص كده مثالك خلص. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي مين؟ الأس. خلاص كده يا عم؟ يعني من الآخر إكس زائد 1 بتساوي الاتنين، يعني الإكس بتساوي 2 ناقص 1 هتساوي كام؟ 1. عملنا هنا عشان خاطر اللي مش فاهم، دي كده زائد 1، طالما ده هيعدي ليساوي بتتغير شرطه، لو هو زائد يبقى ناقص، طب لو هو ناقص يبقى إيه؟ يبقى زائد. أظن ده مثال إيه؟ مثال سهل. المثال اللي بعده. بص يا عم، ممكن تقول لي يا أستاذ طب دي سهلة، أنا عرفتها عشان خاطر دي سهلة، دي 3 أس 2، إنما ال 32 دي كام؟ بص من الآخر عشان نتفق مع بعض، شوف الأساس هنا كام؟ مش الأساس ده 2؟ ابدأ جرب. أنا هامسك مثلًا 2 أس 2 هالاقيها ب4. دي مش 4، دي 32. بُص هي المفروض إن هي 1 على 32. أنت عارف إن أنت هتعمل إيه؟ هتشقلبها، ولمّا تشقلبها هتغيّر الأس زي ما خدنا في المراجعة. بس سيبك من دلوقتي، إحنا عايزين نعرف الرقم بس. طب تعالَ نكمل. 2 أس 3 هنلاقيها ب8، 2 أس 4 هنلاقيها ب16، 2 أس 5 هنلاقيها بكام؟ ب32. عشان 2 أس 5 هي عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2، 5 في 2 كمان أهي، بالراحة خالص أهو، 2 في 2 ب4، 2 في 2 ب4. خلاص دي لسه 4 في 4 ب16، 2 في 16 ب2 وكام؟ ب32. تمام كده يا عم؟ طيب نمسح ده عشان خاطر نعرف نكتب. فاحنا كده عرفنا هي 2 أس كام؟ 2 أس 5. ماشي. نخش بقى. أنا كده خلاص هانزّل دي زي ما هي أهيّة. 2 إكس ناقص 7 بتساوي. حِل عادي خالص، سيب الواحد ده زي ما هو ما لوش لازمة. إحنا عرفنا إن ال32 هي 2 أس 5، صح والّا مش صح؟ طبعًا أنت عارف إن إحنا دلوقتي عايزين الأساس بيساوي الأساس، دي 2 بس دي 1 على 2 صح كده؟ فبنعمل إيه؟ بنعكس أو بنخلّي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، فتبقى 2 إكس ناقص 7 بتساوي 2 أس كام بقى؟ بس 5 والّا -5؟ لأ -5، عشان لمّا اللي تحت يطلع فوق بنغيّر إيه؟ بنغيّر إشارته. ماذا تلاحظ يا عم؟ أنا ملاحظ إن الاتنين هي الاتنين، خلاص يبقى اللي فوق بيساوي اللي إيه؟ بيساوي اللي فوق، يعني إكس ناقص 7 بتساوي -5. حِل بقى معادلة إكس بتساوي اللي ورا اللي يساوي ده ينزل تاني زي ما هو، -5 أهو. إحنا قلنا في المثال اللي فات اللي بيعدي الناحية التانية بتتغير إشارته، ده ناقص يبقى زائد، يبقى زائد كام؟ زائد 7، يعني الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 2. تمام يا عم؟ تمام يا عم. اللي بعده. المثال ده بقى بُص برضه الفكرة دي محتاجينها، يبقى أنت عندك هنا فكرة هنا أهي وفكرة كمان تانية أهي. بُص يا عم، المثال ده نعمل فيه إيه؟ أنت ملاحظ هنا إن هنا فوق في 2 تحت في 3، يعني الاتنين صغيرة والتلاتة كبيرة صح؟ طب بُص كده الناحية التانية، ده فوق في ال27 وتحت في الكام؟ ال8، يعني هو كده عاكس، فأنت أوتوماتيك تبقى أنت فاهم إنك هتبدِّل دي، تقلبها يعني تخلّي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ليه؟ عشان خاطر أصلًا في المثال اللي هو واضح بالنسبة لك اللي هو ما فيهوش شغل أصلًا، هي 2 على 3، يعني الرقم الصغير فوق والرقم الكبير تحت، كذلك الأمر هنا، لازم تخلّي الرقم الكبير فوق والرقم الصغير إيه؟ الرقم الصغير فوق والرقم الكبير تحت. تعالَ بقى نشوف هنحل إزاي. والله هنكتب زي ما هي عادي 2 على ال3 الكل أس إكس زائد 2 بتساوي. بُص من الآخر، أنت ممكن تحل دي عادي زي ما هي، وتحل دي عادي زي ما هي. تبقى أنت فاهم إن ال8 هي 2 أس 3 وال27 هي برضه 3 أس كام؟ أس 3. فاهم كده؟ أو
انت شايف دي 2 خلاص، يبقى اكيد ال8 دي الاساس بتاعها هيكون 2. انت شايف دي 3 يبقى اكيد ال27 الاساس بتاعها هيكون كام؟ هيكون 3. او لو احنا حافظينها من اول صح، فبالتالي ال27 3 اس 3 وال8 2 اس كام؟ اس 3. خلاص كده؟ طالما الاس ده زي الاس ده، احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نكتبها بطريقه ثانيه خالص، نكتب ادي 3 هنا 2 هنا، طالما الاسين دول زي بعض نحطهم كده عشان انت عارف ان الاس ده اصلا بيتوزع. تمام كده يا عم؟ ماذا تلاحظ بقى؟ انت خلاص هنا 2 على 3، هل دي 2 على 3 ولا 3 على 2؟ لا 3 على 2، يبقى تعمل ايه؟ هتبدل، هتخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، هتكتب دي تاني اهي 2 2 على التلاتة الكل أس إكس زائد 2 بتساوي، هتبدل بقى دول صح كده؟ 2 على كام برضو؟ على 3. ايه اللي بيحصل لما بتبدل بالأس؟ لو موجب تخليه سالب ولو سالب تخليه موجب، فتبقى دي كده سالب كام؟ سالب 3. ماشي يا عم؟ ماذا تلاحظ؟ الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس ده هيساوي الأس مين؟ هيساوي الأس ده، يعني إكس زائد 2 بتساوي سالب 3. طبعا أنت بتعرف تحل معادلات، المفروض يعني إكس بتساوي اللي ورا اللي يساوي ينزل زي ما هو، أدي السالب 3 أهي، دي هتروح الناحية التانية بعكس الإيه؟ بعكس الإشارة، فدي زائد 2 تبقى ناقص 2. ناقص كام؟ ناقص 2. ماشي يا عم؟ اللي هي بكام أصلا؟ اللي هي بتساوي سالب 5. ماشي؟ تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده مثال برضه نفس الفكرة، ده مثال سهل. هتعمل إيه؟ أنا هحله لك شفوي وأنت تكمل. الدي كده جاهزة خلاص؟ التسعة هتخليها 3 أس. لا أنا هحل دي معاك عشان دي فكرة جديدة. دي كده جاهزة أهي، 3 أس إكس بتساوي التسعة. التسعة دي إحنا ممكن نخليها 3 أس 2، دي كده التسعة. أس مين بقى؟ أس الكلام اللي موجود ده، إكس زائد 2. بنعمل إيه؟ قلت لك في أول حصة لما يكون عندك أسين فوق بعض بنضرب اللي جوه في اللي بره واللي بره في اللي جوه. خلاص كده؟ في واحد غلبان هيضرب إزاي بقى؟ ثبت التلاتة دي أهي، هيضرب الاتنين دي هنا، فتبقى 2 في إكس ب 2 إكس، وهنزل الاتنين دي زي ما هي كده زائد 2. ده واحد غلبان، ده كده واحد إيه؟ واحد غلبان عشان خاطر هو مفكر إن الاتنين دي بتنضرب في الإكس بس، لا يا عم، الاتنين دي بتنضرب في كله. خلاص كده؟ فتبقى 2 في كام بقى؟ 2 في 2 بكام؟ 2 في 2 ب4 بتساوي، ونزل ده زي ما 3 أس كام؟ أس إكس. ماذا تلاحظ برضو؟ الأساس بيساوي الأساس، هتثبت خلاص، يبقى الأس بيساوي مين؟ بيساوي الأس، يعني 2 إكس زائد 4 بتساوي الإكس. ماشي كده؟ حل بقى معادلة. بتعمل إيه بقى في الحل ده؟ ده حلول إعدادي، بتجمع اللي زي بعض مع بعض. هنخلي الإكسات هنا، آدي 2 إكس أهي، دي هتروح الناحية دي إشارتها موجبة، مش في حاجة يعني موجب، تروح تبقى ناقص، حط له يساوي ارقام، هنا مش في حاجه اصلا، احنا دي راحت الناحيه الثانيه فما عادش في حاجه، فهو اصلا في صفر مش هنكتبه، والاربعه دي تروح الناحيه دي، هي هنا زائد تبقى ناقص، ناقص 4. 2 ناقص دي 2 اكس ناقص اكس، يعني اكس بتساوي كام؟ بتساوي سالب 4. اللي بعده ده برضو سؤال في فكره برضو. بص يا عم، الرقم الكبير ده ما تقلقش منه، انت بس هيكون عندك رقم، ممكن في الامثله دي يكون عندك رقم غريب شويه زي الرقم ده، والرقم ده انت عارفه. الرقم ده ليه انت عارفه؟ عشان خاطر انت عارف ان ال 125 دي هي اصلا 5 اس 3، صح ولا مش صح؟ من اول صفحه خدناها، وثبت زي ما هي اكس زائد 1. في واحد فنان بقى هيجي في باله ايه؟ يقول اه انا هحل الحته دي كده هتنحل زي الحته دي، هنضرب الثلاثه في الاكس والثلاثه في الواحد. ده فنان. خلاص كده بتساوي ال 625 دي، انت مش عارف صح؟ امسك يا عم بالآلة، امسك يا عم، اعمل 5 اس 1 هتلاقيها ب5، اعمل 5 اس 2 هتلاقيها ب25، اعمل 5 أس 3 هتلاقيها ب 125 اللي أنت لسه كاتبها، اعمل 5 أس 4 هتلاقيها ب 625، فهي دي اللي احنا عايزينها. فنحط هنا كام بقى؟ نحط هنا دي 5 أس كام؟ أس 4 الكل إكس ناقص 1. هنكمل حل. نكمل حل إزاي؟ هنضرب بقى الأس ده في ده كله والأس ده في ده كله. يلا ثبت الخمسة عادي،
اضرب يلا 3 في اكس ب 3 اكس. اكيد انت مش غلبان، مش هتنزل الواحد زي ما هو، هتكتب بقى 3 في 1 ب 3 يبقى زائد 3 بتساوي، نزل 5. ماذا تلاحظ؟ بص 5 5، فبالتالي احنا كده مثالنا ظبط. اضرب بقى 4 في اكس ب 4 اكس، 4 في سالب 1 بسالب كام؟ سالب 4. هتعمل ايه؟ هتحل المعادلات، الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس ده بيساوي الاس مين؟ بيساوي الاس ده. يلا يا عم 3 اكس زائد 3 بتساوي 4 اكس ناقص 4. هتعمل ايه؟ هتجمع المتشابه، حط يساوي، هتجيب الاكسات مع بعض. انا هخلي الاكسات هنا، الاكسات هنا اللي هي 3 اكس سيبها زي ما هي عشان هي كده كده في مكانها. مين اللي هيروح لها؟ دي هتروح الناحيه الثانيه، دي هنا الزائد تروح تبقى ناقص 4 اكس. خلاص كده كده خلصنا من الاكسات. هنا من الرقم اللي في مكانه؟ السالب 4، خلاص زي ما هو سالب 4. ديت هتروح الناحيه الثانيه مكانها، دي زائد تبقى ناقص، يبقى ناقص 3. 3 ناقص 4 سالب 1 اللي هو سالب اكس. سالب 4 وسالب 3 سالب 7. سالب طار مع السالب يعني الاكس بتساوي كام يا عم الحاج؟ بتساوي 7. دي فيها مشاكل يا شباب؟ اتمنى المثال يكون سهل بالنسبه لك، وتبقى انت فاهم، وتعيد المثال مره واثنين عشان خاطر ايه؟ المعلومه تثبت. وركز في الكلام اللي انا بقوله بين السطور ده عشان خاطر هو ده مفتاح الحل. يعني ركز في المعلومات اللي قلتها هنا، بنضرب الاربعه في اللي بره كله، بنضرب الثلاثه في اللي بره كله. ركز فين تاني؟ بص ركز في هنا، هنا الاثنين فوق والثلاثه تحت، الاثنين صغيره الثلاثه كبيره. هنا 27 8، لا ال 27 كبيره الثمانيه صغيره، يبقى اكيد هتبدل، اكيد هتقلب. خلاص ركز في الكلام ده كله. اللي بعده، اللي بعده بص برضو نفس الفكره هنا، الثلاثه فوق الثلاثه كبير خد بالك، والاثنين صغير. طب هنا الاربعه صغير يبقى انت اكيد هتبدل صح. بس انت كده، انت كده مسكت المثال. ادي 3 على الاثنين، ودي زي ما هي 5 ناقص 3 اكس بتساوي. طبعا انت اكيد عارف ان الاربعه دي هنخليها 2 اس 2، والتسعه هنخليها 3 اس 2. يعني دي ايه؟ دي بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عايزها كلام. خلاص كده، وده زي ما هو 2 اكس ناقص 7. قلت لك ايه انا من شويه؟ قلت لك لما يكون الاسين دول زي بعض ممكن تكتب 2 على 3 لكل اس 2. فاهم؟ ماشي تعال نكملها. ده زي ما هو، ده زي ما هو، مش في مشاكل. 5 ناقص 3 اكس بتساوي، هنعمل ايه بقى؟ ركز، ادي 2 على 3 ماشي كده، الكل اس كام؟ 2. دي بتاعت الاتنين دول اللي هم دول، هتفتح بقى قوس تاني وتحط مين؟ وتحط الغالية دي 2 اكس ناقص 7. انت كده زي الفل. هو تحطها من غير القوس ده عشان تبقى انت فاهم ان هي كده كده هتتضرب. هتعمل ايه بقى يا عم؟ ظبط مثالك الاول، نزل ده هينزل تاني زي ما هو 3 على 2، مش ورانا حاجة، كراسة كبيرة ومش ورانا حاجة. دي 3 اكس ماشي بتساوي، دي زي ما هي 2 على 3. بس احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نظبط المثال من هنا. يعني دي 3 على 2 ودي 2 على 3، ممكن نشقلب ونخلي الاثنين دي بدل ما هي 2 تبقى سالب 2 ماشي كده. فاحنا هنعمل ايه؟ اهو انا هحاول اخلي واحده زي الثانيه، هنا 3 على 2 خلي هنا 3 على 2 ونحط سالب. حط سالب لمين؟ للسالب للاثنين دي، وتبقى كده سالب 2، وهنا 2 اكس ناقص 7. انت كده ظبطت المثال بتاعك. يعني هتعمل ايه بقى؟ هتظبط لي دي الاول. هتعمل ايه؟ يعني نضرب بالسالب 2 ديت هنا وهنا. خلاص كده يلا يا عم. فثبت دي زي ما هي اهي، 3 على 2، وهنا 5 ناقص 3 اكس بتساوي 3 على 2. اضرب بقى يا عم يلا. سالب 2، سالب 2 في 2 اكس بسالب 4 اكس، سالب 4 اكس. سالب 2 في سالب 7، سالب في سالب بموجب، 2 في 7 ب 14. ماذا تلاحظ؟ الاساس زي الاساس، يبقى الاس بيساوي مين؟ بيساوي الاس. اكتب بقى اهو، نكتب هنا عادي 5 ناقص 3 اكس بتساوي سالب 4 اكس زائد 14. حل بقى معادلة، عم نحط اليساوي اهو. هنخلي الاكسات هنا على اليمين. دي كام بقى يا عمنا؟ دي مش 3 اكس، دي سالب 3 اكس.
وهنا كام؟ دي سالب 4x، تروح تبقى بالموجب، تبقى زائد 4x. خلاص كده الارقام انت بتشتغل في واحده هنا تنزل زي ما هي، تروح هناك بقى تشتغل في اللي مكانها. الرقم هنا 14 والرقم ده يروح، ده خد بالك موجب 5 فيروح يبقى سالب كام؟ يروح يبقى سالب 5. سالب 3 و4 يعني سالب 3 و4 1 اللي هي اكس، يعني بتساوي 14 ناقص 5 كام يا عم؟ 9 بس. دي فيها مشاكل يا عم الحاج؟ أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. لو المثال صعب عيده مرة واثنين وثلاثة. تعالى بقى نبص على الكلام ده. بص يا عم، هنا وأنت تبص في المثال ده هتقول يا أستاذ دي 4 بس دي مش 4. أقول لك أنت صح، أنت صح. هتقول لي طب الأربعة دي ينفع نخليها واحد أس حاجة؟ أقول لك استنى عليا. بص، الأربعة دي هي يا تبقى 2 أس 2 يا تبقى 4. خلاص كده. في حاجات تانية طبعا بس مش عليه. بس إحنا الواحد ده ممكن نشكله براحتنا. الواحد ده إحنا ممكن إيه؟ ممكن نشكله براحتنا. إزاي يعني؟ الواحد ده ممكن يكون 4 أس صفر، صح ولا مش صح؟ هتقول لي ما هي أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد، صح. طب أنا اشمعنى اخترت الأربعة؟ عشان خاطر هنا 4. طب لو كانت دي 3 كنت خليت ده 3 أس صفر. لو كانت دي نص كنت خليت دي نص أس صفر، فاهم؟ فأنا الواحد ده لو جالك الواحد ده بيتشكل زي ما أنت عايز. بس يا عم أنت ملاحظ إيه؟ الأساس 4 وبرضه الأساس هنا كام؟ 4. خلاص يبقى ده هيساوي مين؟ هيساوي ده. إكس تربيع ناقص 9 بتساوي كام؟ صفر. تحليل بتاع تانية إعدادي وصينا هم، ده فرق بين مربعين على فكرة. الإكس تربيع إكس في إكس، والتسعة 3 في 3، واحدة موجب واحدة إيه؟ سالب، وتحل معادلة يبقى الإكس على طول. دي لما تروح الناحية التانية هتبقى سالب 3، ودي لما تروح الناحية التانية تبقى كام؟ تبقى 3. ده كده كده حل. خلاص كده. تعال نحل دي حل تاني برضه نراجع مع بعض. إكس تربيع ناقص 9 بتساوي صفر. حل معادلة وادي دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، فتبقى إكس تربيع بتساوي كام؟ 9 بأخذ الجذر التربيعي. بأخذ الجذر التربيعي، لما تاخد الجذر هنا وهنا الجذر هينزل هنا وهينزل فين؟ وهينزل هنا، فده بيطير مع ده يتبقى لك الإكس. ودي تبقى كام بقى؟ 3. صح؟ غلط، موجب وسالب 3. ليه بقى؟ عشان خاطر التربيع دايما هيديك لكم إيه؟ هيديك لكم موجب وسالب. ليه برضه؟ تعالى نشرح الحتة دي هنا بالراحة. بص يا عم، هي إكس تربيع صح؟ طب ماشي، إكس تربيع يعني كده صح كده؟ ما أنت لو حطيت 3 تطلع ب9، ولو حطيتها سالب 3 تربيع ما هي برضه بكام؟ 9. فأنت لو خدت 3 بس يبقى أنت كده أهملت الحل السالب، ما ينفعش. خلاص كده. دايما لما يكون عندك إكس تربيع ومعاها رقم ينفع ناخد ليه جذر، دايما موجب وإيه؟ موجب وسالب. خلاص كده يا عم؟ أتمنى تكون المعلومة دي إيه؟ أتمنى تكون المعلومة دي سهلة إن شاء الله. هنشوف السؤال اللي بعده. ركز عشان خاطر الحتة دي مهمة. ماشي؟ دول مش زي بعض. دي كده أول حالة. الحالة التانية بص بقى كده، دي 2 دي 3. هل ال2 تبقى 3؟ لأ. طب هل ال3 تبقى 2؟ برضه لأ. بس بص كده على الأسس، إكس زائد 1 إكس زائد 1، ده الأسين دول زي بعض. يبقى أصلًا وبعدين هو حط علامة تساوي، يبقى أصلًا دول بيساووا بعض بس في حالة واحدة. لو كان الأس ده بيساوي صفر، عشان تبقى 2 أس صفر ب1، 3 أس صفر ب1 فعلًا بيساووا بعض. فأنت من الآخر لازم الأس ده يساوي صفر. يبقى إكس زائد 1 بتساوي 0، يعني الإكس بتساوي كام؟ سالب 1. ماشي كده؟ تعالَ جرّب كده عوّض. يالّا يا عم، سالب 1 و1 صفر، 2 أس صفر ب1، سالب 1 و1 صفر، 3 أس صفر بكام برضه؟ ب1. دي فيها مشاكل؟ طيب تعالَ نشوف اللي بعده، آخر مثال معانا. هو بيقول لك عايز قيمة n. عايز قيمة مين؟ قيمة n. المثال ده كنا خدنا مثال زيه في أول درس. فإحنا هنعمل إيه؟ هنفك ال18 2 في 9. ماشي يا عم، يالّا يا عم نفك. آدي 2 أس n في 9 أس n زائد 1. فك لي ال18 2 في كام؟ 2 في 9 الكل أس كام؟ الكل أس n. ده كله بيساوي 3 أس كام؟ أس n. هتعمل إيه بقى؟ هتوزّع لأ دي n، دي كده n. ماشي؟ هتوزّع الn مرّة هنا ومرّة فين ومرّة هنا. يالّا يا عم وزّع. اللي فوق زي ما هو، البسط زي ما هو، البسط زي ما هو.
2 أس n في 9 أس كام أس n، ده كله بيساوي 3 أس كام أس n. هتعمل إيه بقى؟ تحل بقى عادي. هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ إن دي 2 أس n طرت مع 2 أس n، خلاص أحل التسعة دي مع التسعة دي، ماشي؟ فبنثبت الأساس والمثال مثال قسمة فبنطرح، ماشي كده؟ اللي فوق بيتكتب زي ما هو n زائد 1 ناقص اللي تحت أهو n. خلاص كده ده كله بيساوي كام؟ 3 أس n. بس أصبح زي المثال زي الأمثلة اللي فاتت. أنت عارف إن التسعة 3 أس 2 أهي، والأس ده هينزل، خلاص كده؟ هتلاحظ أصلا إيه؟ إن هنا موجب n وهنا سالب n، فدي طارت مع مين؟ دي طارت مع دي، خلاص كده؟ اتبقى لك إيه؟ اتبقى لك 1 بتساوي 3 أس n. طبعا لما تضرب دول في بعض 2 في 1 ب2، فتبقى 3 أس 2 بتساوي 3 أس n. خلاص الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي مين؟ بيساوي الأس، يعني n بتساوي كام؟ n بتساوي 2، وهو المطلوب إيه؟ وهو المطلوب إثباته. أتمنى يكون الشرح عجبك وكان خفيف كده والدنيا تبقى تمام معاك. لو في حاجة صعبة ابعت لي عادي، مفيش مشكلة، اكتب لي في تعليق وأنا هراجع معاك. ذاكر وكده عشان خاطر المنهج محتاج طالب، طالب فاهم، طالب ذكي، طالب مصحصح من الآخر يعني. خلاص كده. أتمنى تكون الدنيا سهلة. كان معكم مستر محمود عبد العال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.